دي جاك جي اس 6 الجديده، سعرها 1.240 1.290 الف جنيه، وفيها كل حاجه انت عايزها، كل حاجه من قبل ما تنزل من البيت. وانت ممكن تخدم عليك العربيه في انك تدورها قبل ما تنزل، عشان خاطر في الصيف تخليها بارده وفي الشتاء تخليها دافيه قبل ما تنزل من البيت. دارت اهي. ولو انت بتحب الشاشات، عندك شاشتين 12.3 بوصه، يعني كله على بعضه حوالي 25 بوصه، ومش محتاج توصل الموبايل بالكابل، هترمي الكابل والموبايلين بتوعك اندرويد اوتو وابل كار بلاي هيتوصلوا من غير سلك في العربيه. ولو بتحب الجري، فالعربيه 180 حصان، فيها موتور 4 سلندر 1500 سي سي تربو، 181 حصان و280 نيوتن متر عزم، وفتيس دي سي تي ديول كلاتش ويت من 7 سرعات. فالعربيه ده على الطريق حلو جدا. وبرغم انها عربيه كومباكت ما هياش كبيره قوي يعني، الا ان الشنطه بتاعتها اكبر شنطه في الفئه دي 670 لتر، ولو قفلت الكنبه الخلفيه دي بتوصل معاك ل 1080 لتر. ده غير ان القعده جوه العربيه واسعه جدا، اللي قاعدين في الصف الثاني يقعدوا مرتاحين، وعندك بانوراما كمان الناس تتبسط بيها والعربيه ماشيه. ولو اتكلمنا عن الامان، فالفئتين فيهم كامل تجهيزات الامان، 6 اير باجز، نظام ثبات الكتروني، والاهم فيهم امان نشط كمان. العربيه فيها تحذير من التصادم الامامي، فيها فرامل طوارئ، فيها حفاظ على الحاره المروريه، فيها مساعده لو انت ماشي في الزحمه ان العربيه تتحكم في سرعتها وتمشي وتقف مع العربيات اللي قدامك في الزحمه عشان تريحك، وفيها مراقبه للنقط العاميه وحاجات تانية كتير. فالعربيه فيها تجهيزات امان هايله جدا. قولوا لي كده من رايكم ايه اهم منافس للعربيه دي، والعربيه دي تستاهل سعرها ولا لا، على كل التجهيزات كتير جدا اللي موجوده فيها دي.